أهلا بكم في بودكاست مصر. مساء الخير وصباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كتاب جميل جدا بقراه اسمه مصر من تالت للكاتب مؤمن المحمدي. ده كاتب مصري عمل في العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية المصرية، وكانت استضافته بالمناسبة مدام إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة. هو ضليع جدا في التاريخ الإسلامي، يعني كمان ليه كتب في التاريخ الإسلامي وتاريخ الفن وحتى الكورة. راجل أنا يعني بعتبره موسوعة متنقلة. حكاية، بس يعني هو الفيديو ده هيكون صغير نسبيا، لكن عايز احكي لكم اول حكاية من الكتاب. يمكن تكون يعني فاتحة شهية ان انت لو لقيت الكتاب ده تشتريه وتجيبه. بيقولك يعني اول قصة في اولا هو كتابته او اللغة اللي بيستخدمها في هذا الكتاب هي اللغة المصرية الدارجة، اللغة المصرية العامية. فبيقولك البلد دي ياما شافت وياما عدى عليها، ومع اني مش عايز اجيب حاجة من التاريخ القديم، بس حابب ابدأ معاك بحكاية من ايام الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، بس علشان اقولك انه ياما دقت على الراس طبول، واللي بنعيشه النهاردة من ظروف صعبة البلد دي مرت بالاصعب منه بمراحل وعدت. الخليفة المستنصر على فكرة كان خليفة قوي مش ضعيف، وهو صاحب اطول فترة حكم في تاريخ الخلفاء المسلمين. حكم 60 سنة، وكانت مصر في فترته شيعية طبعا، ما هو يعني كان خليفة فاطمي، فطبيعي جدا ان فترة حكمه تكون فترة شيعية. فعهده القاهرة تفوقت على بغداد، حتى اللي هي كانت مركز الخلافة، لدرجة انه كان في مساجد في بغداد بتدعي له مش بتدعي الخليفة العباسي. لكن حصل في عهده انه جات على مصر 7 سنين عجاف من 1065 ل 1071 ميلادية. يبدو انه يعني هو يعني كاتب بيقول انه كاتب مؤمن المحمدي بيقول انه يبدو انه كل حاكم بيطول في الكرسي لازم اخر عهده تبقى بلا ازرق على جتة الشعب. هو يعني حسه المرح في الكتابة واضح قوي، يعني ان يعني حسه مرح، بس طبعا دي كوميديا سوداء، لانه فعلا كل واحد يعني بتيجي عليه فترة بيطول في بيطول في الحكم، بتبقى في اواخر الفترة يعني بتبقى بلا ازرق فعلا. إما كانش من الظروف السياسية، يبقى غضب الطبيعة أو أي إهباب يسود عيشة البلد واللي عايشين فيها. في أواخر حكم المستنصر البلد اتفرتكت 100 حتة، وأمه اتحكمت في كل حاجة، وبدأت حتت من البلاد تستقل، وكترت المؤامرات، وجات الطامة الكبرى بأنه حصلت أزمة جفاف، فالنيل قل وميته ما عادتش تكفي الشرب، فضلا عن إن هي كانت بتروي الزرع، والناس جاعت، حتى الخليفة نفسه جاع. اللي جاي ده هيبقى صعب شوية على مسامعكم، لكن ده التاريخ بتاعنا. بيكمل بيقول لما نقول الناس جاعت يبقى فعلا الناس جاعت، مش قصدنا ان الاسعار زادت او ان الدولار عالي او ان المرتبات قلت، لا. الناس جاعت فعلا، الناس جاعت يعني مش لاقيه لقمه الاكل حرفيا، مش لاقيه تاكل حرفيا. وبعدين بيقول بين قوسين يعني حاولت الاقي كلمه غير حرفيا، اللي اتمرمطت معانا مش ملقتش. المهم الناس جاعت وعم البلاء، ودي السنين اللي اتعرفت في التاريخ باسم الشدة المستنصرية. طبعا في كتير من حضراتكم اتوقع انه سمع هذا المصطلح، الشدة المستنصرية. هو ده، هي دي الفترة دي من 1061 ل 1075، صح كده؟ من 1065 الى 1071، دول ال7 سنين. واتسمت بالشدة المستنصرية نسبة للخليفة المذكور اللي هو الخليفة المستنصر. وبعدين بيقول لما بنسمع كلمة الشدة المستنصرية، ده اللي سمع التعبير يمكن الصورة بتدل على شوية أيام صعبة عدت على مصر، بس تفاصيل الأيام دي في الحقيقة أو اللي وصل لنا منها شيء لا يصدقه عقل ولا يحتمله قلب ولا يخطر على قلب بشر ولا حيوان حتى. وبعدين بيكمل ويقول المقريزي بيحكي حكايات مقرفة كتير. يا ساتر. أبسطها إنه الوزير راح للمستنصر على بغلة، ففي ناس اتلموا على البغلة صادوها وكلوها. المستنصر عرف أسماء بعضهم فشنقهم، جم ناس تانيين خدوا المشنوقين وكلوهم. يا ساتر.
لاحظ اني بقول لك ابسطها، لان في حكايات فعلا يعني مقرفه جدا تخليك تجيب اللي في بطنك وقتي، حتى لو ما كنتش واكل. ما اعرفش ازاي الراجل كتبها ولا ازاي الناس قريتها، ده الكاتب اللي بيقول. وبعدين في وسط الحكايات دي كلها، في وسط الشقلباظات دي كلها، حكايه ينفع تتقال. ان واحده عندها بيت محصن زي قصر كده، وعايزه تجيب دقيق. تجيب دقيق تعمل بيه فطير او عيش، او تعمل تخبز يعني عشان تاكل. فمفيش فلوس طبعا، فراحت خدت عقد تمنه 1000 دينار وعملت مغامرات لحد لما عترت في ناس جبابرة عندهم دقيق وقدروا يحموه من الناس يعني ضد السرقة. اشترت منهم كيس دقيق بالعقد، لكن في مشكلة دلوقتي، انه ازاي هتاخد الدقيق وتروح بيه للقصر بتاعها. فجابت حد يوصل لها الكيس البيت، وطبعا مش هيوصل لها الكيس ببلاش. اتفق معاه انه هياخد نسبة من الدقيق، يعني مش فلوس، هم الفلوس ما تهمهمش في حاجة دلوقتي، هم عايزين اكل. فلا هاخد نسبة من الدقيق. قالت له ماشي مفيش مشكلة. وكانت الخطة على وشك ان هي تنجح، لولا انه عند باب القصر كان الخبر اتعرف، فالناس اتلمت من كل حتة، واللي قدر يخطف شوية دقيق خطف شوية دقيق. الست نفسها دخلت المعركة على الدقيق بتاعها اللي اشتريته بالعقد، ونبها شوية دخلت بيهم القصر وخبزتهم، فطلعوا بتاعت قرصة كده صغير. فرحت واخدة القرصة وطلع بيها على سطح القصر، ونادت في الناس وقالت: يا أهل القاهرة، ادعوا لمولانا المستنصر، ربنا أسعد الناس في أيامه، لدرجة أن القرصة دي وقفت عليا ب1000 دينار. طبعا قصة فيها من الحزن ومن الكوميديا السوداء ومن يعني ده التاريخ بتاعنا، في حاجات كتيرة جدا. الكتاب ده مليان بقصص تاريخية جميلة جدا. قولولي من فضل حضراتكم لو عجبتكم القصة دي، ممكن نكمل في حكاية تانية من كتاب بتاع مصر من تالت للكاتب مؤمن المحمدي. بس كده، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع والمشاهدة، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. سلام.